دي طريقة المعتمدة في تدميس الفول. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، وهنعمل معاكم احلى شوية فول مدمس واحلى دقة طحينة مش هتلاقيها غير عندنا. يلا بينا، بس ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وتنسوا اللايك الحلو. معانا نص كيلو من الفول منقعينه قبلها بليلة بمعلقة صغيرة من السكر وليمونة وسيبناه لمدة ليلة. نص كوباية من الفول المدشوش دي غسلناه وحطيناه على طول ما نقعناهوش، ومعلقتين كبار من العدس مغسولين، وجزرايه مبشوره وليمونه شرايح. هننزل عليهم بمعلقه صغيره كركم، معلقه صغيره كمون، هنقلبهم بمعلقتين من الميه، والمفتاح ده هنا عشان كنا بنصلح الحنفيه. هنقلبهم بقى كويس، وهنقلب الكركم والكمون بالفول كده كويس، المكونات كلها. هننزل عليهم بمعلقه توم، وهننزل عليهم بالميه السخنه المغليه. هنغطيه بالفويل وهنغطيه بالغطا الحله. انا بعمل في حله، بدمس عادي في حله، بس لازم تكون حله ضيقه شويه بالشكل ده كده. هنرفعهم على النار لمده نص ساعه ياخد غلوه محترمه. بعد كده هنبص عليه، اول ما نلاقيه بالشكل ده كده هنوطي النار شمعة. هياخد معانا من ساعتين ل3. هنعمل بقى في اللحظه دي دقه الطحينه بتاعتنا. معانا معلقتين كبار من الطحينه، عليهم كوبايه من الميه السخنه، وهنقلبهم كويس. احنا حطينا الاول نص كوبايه وهنرجع نحط نص كوبايه تاني. هنقلبهم كويس. عايزين الخليط يبقى كريمي خفيف بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هننزل بمعلقه خل كبيره، نص ليمونه معصوره، معلقه صغيره كمون، نص معلقه شطه، نص معلقه كزبره، ونص معلقه توم. هنقلب الخليط ده كويس ومعلقه ملح صغيره. هننزل ب3 معالق زيت كبار، زيت زيتون، زيت ذره، اي زيت عندك. وهنجيب بقى الازازه بتاعتنا وهننزل فيها بالدقه بتاعتنا وهنرجها كويس. وكده الدقه بتاعتنا خلصت بالشكل ده كده. الفول بتاعنا بعد ما عدى عليه 3 ساعات ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الفوله مستويه ازاي. هنضربه نص ضربه بالهاند بلندر، وممكن تاخدي انت شويه تضربيهم في الخلاط وترجعي تحطيهم بالشكل ده. هيعمل معانا ما شاء الله اللهم بارك 7 اكياس. هنغرف بقى في الطبق بتاعنا بالشكل ده كده، ونزود الطحينه. وبقى معانا بصوا ما شاء الله اللهم بارك احلى شويه فول هتاكليهم اكنك قاعده في مطعم فول وطعميه. ما شاء الله اللهم بارك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس في قناتي. دي حياتي وده شغلي، بحبكم في الله. واللي بيتابعني يقول لي بيتابعني من اني بلد. بحبكم، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين.